اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الإشكالية اللي كنعرفوها في الميدان ديال التعليم اليوم. ولكن الاجتماع يعني كان فيه حوار اللي هو جاد وكان واحد الجدية في العمل. كان الممثلين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هو مطالب اللي ناقصنا، ويمكن نعطيكم بعض التوجهات اللي حنا قررنا باش غادي نمشيو فيها ان شاء الله. وهو غادي يتم اولا النظام الأساسي. ألف سلام لحور الأب نهار ولا نستكين نرفض هذا نظام الناس وخير نضيل نظام شطر الله يا بابا دولادي الله يا بابا حكومة ولا عصابة الله يا بابا حكومة ولا عصابة واش نقولوا لك المسلمة المشطبة نضالات قوية قوية قهرتونا بالدوسات وقهرتونا بالدوسات بشعارات نوبوية ويا العصابة ويا العصابة والمدافع ماشي وحده والمحاكم ماشي وحده والمحاكم ماشي وحده والحاكم ماشي وحده وما حنايا كاملين ما حنايا كاملين واحد يحكم السوريين. رشاد السادة والسادات كما كيعرف الجميع عندنا حصة ديال الاتليتيكو متابعين تهم جنائية امام المحاكم لاجتناب لا لشيء فقط كانوا خرجوا بحال اليوم كيطالبوا بالادماج ديالو، كيطالبوا بإسقاط محطات التعاقد، كيطالبوا بمجانية التعليم. والأستاذ ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح وتؤشش النضالات واعتقالات صارقة وتؤشش النضالات. مشاهدة من كندا مشاهدة من كندا ويكون بك عنده الفلاح ويكون بك لاباس عليه ويكون بك لاباس عليه هاو المخزن اللي يحماه ويكون بك عنده الفلاش وينجح بلادنا. هو التسليك وين انا كيف واحد شوش ثلاثة أضعاف حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة
في الوقت الذي كان من المفروض على الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية أن توفر الظروف الملائمة ليكون الأساتذة والأستاذات في مكانهم الطبيعي أمام تلامذتهم في الأقسام. ها هي الحكومة المغربية ووزارتها وفرت الظروف ليكون الأستاذ والأستاذة أمام المحاكم تابعون بتهم جنائية